اللي انت عايزه يا عم حتتين عشان ما كنتش اجي اللي انت عليك. عايزه اللي انت لا عايزه. لا عادي. انا لو خدته ومشيت دلوقتي انت مش هتكون زعلان مني؟ ان شاء الله، وقست اي حاجه في اي وقت مكانك وتاخد الحاجه وامشي. انت مش هتكون زعلان بامانه؟ اهم حاجه بنتك طب تبقى بص، سليمه. طب انا عايزك تقول لي طيب هم حسابهم كام بحيث ان انا لما ربنا يكرمني اجيب لك فلوس بس. حساب ايه يا عم؟ ما انا عايزك بس الحساب وصل. يا عم انا عايزك بس تعرفني عشان بحيث ان انا لما اشتغل برضه وربنا يكرمني اجيب الحساب وصل يا عم، مكانك ومحلك في اي وقت. عادي، انا مفيش مشكله. الحساب وصل ولا اي حاجه خالص. انا خدتهم ومشيت دلوقتي هتكون مسامحني فيهم؟ توقع الله. ماشي يا غالي، اهم تسلم. حاجه ربنا يشفي لك بنتك وعمرها بالسلامه. ربنا يخليك، مش عارف اقول لك ايه والله. محلك في اي مكان وقست اي حاجه احنا مع بعض على ربنا يخليك والله، شكرا. ما تشيلش اهم حاجه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب بص، طب امسك كده. طيب انا مش هاخد كل دول، ده انا هاخد طبق البانيه بس، عشان انا بعد ما مشيت بامانه حسيت بالذنب، يعني حسيت ان انا برضه هكون جاي عليك. انا عشان ما اكونش جاي عليك انا هاخد الطبق ده بس ماشي، وده هم انا مش هاخد دي. يا عم اكل بنتك. يا عم ماشي، ما أنا انا كده ما يقضى كل ده. بناه ولا عايز يا عم حاجه انت كمان اجيبها هو لك. كل ده كتير، انا عشان ما اكونش جاي والله عليك. ما كتير. يا عم عشان ما اكونش جاي عليك. والله ما كتير. انا عايز اقول لك على حاجه طيب تاني. عايزني اجيب لك حاجه بالزياده اجيب لك. مش عايزك بس تزعل مني. مش كده انت جاي في اخر اليوم واحنا بنشطب. خير، انا عايز اقول لك لو على جاي حاجه. بدري شويه انا من هنا الاثنين. عايز اقول لك على حاجه بس ما تزعلش مني. بص، انا كل ده كنت بعمل معاك اختبار. بص الشنطه اللي انا لابسها هنا دي طلع منها موبايل اهو. انا كنت بصور معاك فكره فيديو على الفيسبوك. شوف انا حسيتك بدات تتضايق اهو. اسم الكلام ولا ده ولا حاجه. محمد الغمراوي. محمد ايه؟ الغمراوي. ماشي يا استاذ محمد، ما تحبش منك على الموقف الجميل ده والله. على دماغك. انت اصلا انت قلت انت صاحب المكان صح؟ انا اخو صاحب المكان. اخو صاحب المكان. الله يخليك والله، مش عارف اقول لك على الموقف الجميل ده. طب بص، انا عايزك تقول برضه للناس كلها عنوانك بتاع المكان هنا عشان كل اللي بيتفرج علينا برضه يجي ايه يشتري برضه الحاجات الجميله دي. احنا في صندوق عند مسجد علي زاهر، وعربتنا موجوده ومحلنا هو، ولينا محلات برضه بره على الشارع اخواتنا برضه. مش عارف اقول لك على الموقف الجميل مش اي ده. مشكله. انت قلت عنوانك بالتفصيل اللي هو عشان ما يتوهش حاجه. صندوق عند مسجد علي زاهر. صندوق اي حد يسال على احمد ابو القاسم. ماشي يا استاذ، ماشي. مش عايز حاجه؟ بيب. طب كل سنه نحب نذيعه؟ يا عم زاهر. مفيش مشكله؟ مفيش اي مشكله عادي. ماشي، السلام عليكم. طب هتاخد الحاجه؟ لا خلاص بقى. ليه يا عم توكل كل على ده الله كان والله. تصوير حبيبي، السلام عليكم.